يا راح قلبي يا حبيبي. في ايه؟ مراتك بتخونك. بتخوني؟ انت جبت الصوره دي منين؟ صورتها لهم يا ابني. ايه ده؟ في ايه؟ هاتي يا ام التليفون ده وادخلي انت انت بتكلم مين؟ ما تشيل البتاع دي. طب بس نقفل الباب. ها انت مفيش حاجه. ايه الهزار ده؟ دي كانت مربوطه في السقف، انت اول ما دخلت وقعت على دماغك. انت وشمال ما قالش عليك انت. معلش بس انا كنت على الجنب اليمين وانت كنت على الجنب الشمال. يا حبيبتي النهارده عيد ميلادك، ده انا عامل لك النهارده حته مفاجاه. ايه المفاجأة دي؟ هتعرفي بعدين. اهلا وسهلا بك يا مرات ابني، منوره يا روحي. ازيك يا حماتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت اللي عامله ايه؟ كويسة والله. يا رب دايما تبقى كويسه على طول. بقالكم سنين ما شفتوش بعض ولا يا مالكم كده في ايه؟ الحب ولع في يا الدار. عيني على الحب. امك بتكلمني بقرف ليه؟ بكلمك بقرف؟ ما بكلمك حلوه يا بنتي. هو انا يا حبيبتي كلمتك بقرف ولا حاجه؟ ده انا حتى الابتسامه من هنا لهنا. حتى شوفي بسم الله ما شاء الله، اول ما عرفت ان النهارده عيد ميلادك متمكيجه لك ومتروقه اهي. بجد؟ هتشوفي حما زي كده. ايه عسل يا ام عسل، ربنا يحميكي. ايه يا اختي قافله وشك كده ليه؟ انا اللي قافلة وشي؟ هي بتكلمك حلوه، هتكلمك ازاي يعني؟ ماشي يا حماتي، والله ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. مش عارفة اودي جميلك ده فين. قمر قمر. حماتي ضمك يا بنت. ايه حماتي دي؟ يا حبيبي خليها تقول اللي تقوله، مش مهم. هي اي حاجه تطلع من بقها عسل. معلش انا عارف ان هي لسه عقلها صغير. ايوه معلش حقك عليا يا ماما. أنا يهمك يا على ما اشوف حبيبتي. انت بقى لو هتحضري لنا حاجه كده انت فاهمه عشان المفاجاه اللي انا عاملها يعني النهارده عيد ميلادي وانا اللي احضر؟ حضر الدنيا، روقي المكان، شوف البيت لو ناقصه حاجه اعمليها. شمس مش فاهم انا في ايه. طيب، عن غيري إذنك. العبايه اللي انت لابساها دي. عن اذنك. النهارده حتى اتفضلي عيد يا ميلادك. روحي. عن اذنك يا حبيبتي. اتفضلي يا قلبي. يما الصور دي انت جبتها منين وشفتها فين دي؟ جبتها مطرح ما جبتها، المهم ان مراتك بتخونك ولازم تتصرف. طب استنى، يعني جبتها ازاي عشان ابقى فاهم؟ ومن ده وعرفت ازاي؟ الكلام ده بقى تعرفه انت بطريقتك، مين وازاي انت اللي تتصرف فيها. انت اللي مصوره الصوره دي ولا حد بعتها لك؟ لا انا اللي مصورها. انت اللي مصوره؟ ماشي. طب خلاص يلا بقى انا اتصرف بقى زي ما انت هتصرف أنا عايز. بطريقتي. ماشي يا شمس يا خاينه. مين ده يا شمس؟ مين ده؟ ده مين؟ رد عليا. مين ده بقول لك؟ رد عليا بقول لك. مين ده؟ ده انت لسه هدادي؟ بقول لك مين ده؟ رد عليا. قومي بقى، قومي كده قومي. مين ده؟ بالاول. نعم يا روح امك. وبيعمل ايه عندك هنا في التليفون ده؟ ها؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ ما اعرفش مين صورنا الصورة دي اصلا. انت اقسم بالله انت يومك معايا النهارده هيبقى هباب، وحياتك كلها معايا يا شمس هتبقى بصي هتبقى زفت. مين ده؟ بتصورني مع خطيبك؟ اما انت مش عايزاني، اما انت مش عايزاني اتجوزتني ليه؟ ها؟ مش عايزاني اتجوزتني ليه؟ عشان خاطر اشوف صورة دي زي دي في يوم عيد ميلادك وجاي ما يجي على المفاجأة اللي كنت محضرها لك. يا بنت ده انت طلعت بنت زبالة. استنى بس قبل ما تغلط. والله العظيم ده هو كل شويه بيهددني بصور الخطوبه القديمه. اتلوني يا بنت، ده انت طلعت حربايه من جوه. ها الكدب طب اكدب كدبه تخيل. طيب اكدب كدبه تخيل يا استاذه شمس. اوعى بس ايدك دي كده. طب انت عايز ايه كلميني زي ما طيب؟ بكلمك، كلميني زي ما بكلمك وتعالي معايا في الدغري يا شمس. الصوره دي كانت امتى وبتعمل ايه هنا على التليفون؟ صوره من ايام الخطوبه يا بنت دي الصوره باين عليها اللي هي لسه جديده. يا بنت ما تحوريش عليا. بص طول ما انت ما بتكدبي، طول ما انت هتضربي، طول ما انت هتعيشي معايا في سواد. هتيجي معايا في العزل والدغري ولا هتحوري؟ ها مين؟ الصوره دي بتعمل ايه هنا يا شمس؟ ما بتعملش. ما اعرفش والله العظيم ما اعرفش. وقسما بالله انت تعرف يا شمس انا مش هطلقك، انا هعيشك هنا. بصي زيك زي الخدامه بالظبط، تخدميني وتخدمي اهلي زيك. مش هقول لك خدامه، زيك زي الكلبه. ماشي. انت فاهم؟ عشان انت واحده زيك اصلا كنت خساره اللي انا كنت اتجوز واحده زيك من الاول خالص. واحده خاينه، واحده كدابه، واحده زباله. ماشي. ده انت هتعيشي معايا في سواد، هتعيشي معايا في سواد. يلا غوري. عن اليوم اللي شفت شكلك ده انت بنت زباله اصلا. ده اخرة اللي تخون جوزها تستاهل ضرب الجزمة. على فكره انا ما خنتوش، انتوا فاهمين غلط. ما خنتش مين يا قادرة؟ ده انا اللي مصوراكي بنفسي يا بنت. سناكي تاخد اللقطه عشان تعيشيها كويس قوي. ارتحتوا يعني لما خربتوا بيتي؟ ده انا هزغرت. اوي ده انا هو انت مبسوطة. عايزه اخويا يبقى على ذمته واحده خاينه يا شمس ولا ايه؟ مش شايفه اخويا راجل؟ يا بنت ده اللي تخون ابني تستاهل ضرب الكفوف على خلقتها. هو انت فاكره نفسك مين يا بنت؟
يلا يا حلوه واحمدي ربنا ان هي رست على علقه وبس. على فكره بقى انا ما خنتش حد، اللي في الصوره ده يبقى خطيبي الاولاني. تصدقي بجد؟ يعني ايه خطيبك الاولاني؟ يعني كمان اتجوزت اخويا وانت لسه بتحبي خطيبك؟ يا حبيبتي مش واخده بالك من حاجه، ولما هو خطيبك الاولاني مخليه الصوره على التليفون ليه؟ كل ما تشتاقي له تبصي له. انا حره يا ست، انت مالك؟ مين اللي في جنابك يا بت؟ ده انت مرات ابني، يعني يهمني. هو انت بتكلمي واحده من الشارع يا بت؟ لا ماما قفلها بقى عشان كده. ايه بصي يا شمس يا حبيبتي، لما تكوني بتتكلمي مع ماما بعيدا عن انك خاينه اتكلمي بادب شويه يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، انا لو رضيت اكلمك وسبت ابني يتصرف زي ما هو عايز، بس انت قللت الادب وكنت عايزه ان انت تتربي. ادام اهلك ما عرفوش يربوكي، اربيك انا بقى من اول وجديد واخليكي تعرفي تظبطي كويس قوي يا شموسه. جدعه وتسلم ايدك بجد يا ماما، حته قلم قمر. امال عايزاني اعمل لها ايه؟ واحده تخون لازم تتربى من اول وجديد. بس بقول لك ايه بجد، اديتها حته قلم ملو كده على خلقتها. انا عايزه اقول لك القلم ده عمل لاف في قلبي. وبسطني قوي، ما اقدرش اقول لك عامله ازاي. دي هتفضل قاعده عندنا بقى ولا هنعمل فيها ايه؟ بصي انا ربيتها، بس ابني اللي يقول تقعد ولا تمشي. بس بيني وبينك الخاينه ملهاش مكان بينا. بقول لك ايه، انت لازم تقولي لجوزي ان انا مظلومه في الموضوع ده، وان انت بتهددني عشان خاطر انك تمسح الصور بتاعه الخطوبه. شفتي بقى، لو كنت سمعت كلامي من الاول كان الموضوع خلص. قلت لك عايز اقابلك واشوفك، هتقولي لا انا بحب جوزي وانا ما ينفعش اقابلك ومش عارف ايه. اهي انا خليته بقى شك ان انت في بيني وبينك. يا علي بعد اذنك ابعد عني، كفايه بقى. ده هتقعد تعلي صوتها تاني. انت عايزه ايه؟ عايزه انك تبعد عني. ما قالت لك اللي هي بتحب جوزها، انت بقى اللي عايز ايه؟ ها قول لي. انت عامله لي مصياده. كلام معايا انا هنا. أيوة. انت هنا في بيت هنا يا علي ولا انت اسمك انت اصلا؟ ايوه اسمع علي. ماشي. بص بقى يا علي، مبدئيا كده اقسم بالله انا لولا الفضايح والله ما هطلعك من هنا سليم على رجلك. اقل حاجه انا ممكن اعملها معاك هطلعك كده في شنط، بص اكياس كده مكسر، وما تتكلمش ما تتكلمش. ايوه بعيد عن بيتي في اي حته، بس انا عشان اعمل حاجه في موضوع زي ده هنتفضح في البلد، وانا مش حابب حاجه زي كده. بالظبط طبعا. ودي ولادي تمام، وانت كنت خاطبها زي ما هي ما كانت بتقول لي الاول، وخلاص ما حصلش فيه نصيب. انت بقى اللي يا ابن الناس تمسك عليها الصور لحد دلوقتي عشان قلة ادب. مش واقف بتكلم، طول ما انا بتكلم ما اسمعش صوتك. بس بقى يا استاذ علي، مبدئيا كده انا زي ما قلت لك وعرفتك اللي انت عملته ده ما ينفعش. دي كانت خطيبتك في يوم من الايام، صح؟ صح. شوف انا بتكلم معاك بهداوه ازاي، مع انه والله لو كان حد غيري كان اتصرف معاك بتصرف انت ما كانش هيعجبك خالص، تمام؟ بس احنا عشان بنعرف الاصول، وعشان عارف اللي انت الحاجه اللي زي دي مش هتطلع غير من واحد ما فيهوش عقله تعبان على قده، ما تزعلش مني بقى. وانا الحاجه اللي هعملها معاك دلوقتي اللي انت طلع لي تليفونك. الصور صح؟ طلع لي تليفونك بقى، صور فيديوهات مكالمات، انت طلع لي تليفونك دي بتاعتي انا بقى دي. ماشي. وريني. بص انت هتدي ربع ساعة بالظبط التليفون بتاعك بيحمل، صفت للتليفون كله، كل حاجة بقى كانت موجودة على التليفون اتمسحت، امسك. تمام؟ وبص يا علي، ده بقى اخر تحذير انا بحذره لك. انا الاول كنت بقول لك عشان الفضايح، اقسم بالله ما تتعرض لها في اي طريق تاني، ولا من على اي موقع تواصل، ولا تبعت لها حاجه، ولا تتكلم معاها في حاجه، ولا تيجي تشتكي لي منك يا علي. انت مش هتعيش دقيقه واحده بس على وش الارض. اضرب بقى، انت ساكت ليه؟ حلو. وبعد ما اضربه يعني دلوقتي بعد مش عايزه اضرب انا. انت اسكت خالص، بقول لك بقى طول ما انا بتكلم بقى ما تتكلميش، قلنا يلا غوري يا ست. ما هو كل ده بسببك اصلا. بص يا علي، بص يا ابن الناس، انا زي ما قلت لك عشان والله العظيم بعد كده يبقى في تصرف تاني مش هيعجبك، وهتشوف وش انا وانت واحنا الاتنين هنتفاجئ بيه على الدغري. انا اول مره اشوفك، المره اللي فاتت كانت في الصوره، المره دي اهي التالتة بقى. خليها في الخير ما تخليهاش في الشر. اسمع مني يا ابن الناس، عشان المره الجايه لو جت في الشر انت اللي هتزعل، وبلاش تيجي على سكتها تاني. وده اخر تحذير كده انا كنت بحذره لك. همسح الصور كده كده. تمسح الصور كده كده ايه بقى؟ ما تدخليش بقى في الافلام الهندي بتاعتك دي، ما انا واقف ورا الباب وسامع كل حاجه. يا عم خلاص انا خدت درس وفهمت ان انا غلط. فهمت اللي انت غلط؟ هي الناس كده
ما تفهمش اللي هي غلط الا لما تتحط في النص كده وتتزنق، غير كده هتفضل ماشيه في الغلط وتعمل الغلط اللي هي فيه. بص يا استاذ بقى، انا همشي وان شفت وشي تاني ابقى بحق بقى اتكلم. ما هو بص انا عايز اقول لك على حاجه، انت هتمشي بس انا عايزك تحطها في دماغك ان لو كان حد غيري ما كانش طلعك على رجلي سليم. يلا بقى اتكل على الله.